عدنا لصفحاتنا. الحقيقة جرايد بكرة فيها حاجات كتير، لكن مصر الحقيقة فيها برضه حاجات أكتر يعني. عجبتني جدا أو عجبنا جدا الزملاء في الإعداد، هم اللي بيتحملوا العبء الأكبر في صحافة، في كتابة صحافة بكرة، لأن أنا ما بقاش موجود معاهم. لكن صحيفة الدستور مقسمة الصفحة 4 صفحات بكرة. الربع الأول بيقول ما فيش كهرباء، الربع الأول بيقول ما في، الربع الثاني بيقول ما فيش عيش، الربع الثالث بيقول ما فيش مية، لكن الربع الأهم بيقول في رئيس، في رئيس. ربنا يديله الصحة ويبارك فيه، لأنه الحقيقة بنوصل لأزماتنا أو لكثير من أزماتنا إلى أنه إحنا لازم الرئيس يتدخل. اجتمع الرئيس امبارح زي ما قلنا لحضراتكم في البداية، ووزير البترول والكهرباء، اجتمع مع رشيد محمد رشيد. الحقيقة تحليل الدستور انه رشيد يمكن يكون رئيس وزراء، وانه الوزير الكهرباء مش هيتشال، ده تحليل الدستور. لكن احنا بنقول انه في الاطار العام في مشكلة. رشيد معني بتنويع دول المنشأ اللي هنستورد منها القمح، وفي أزمة قمح احنا عايشينها. المفروض انه وجود الوزير رشيد مع او اجتماع الرئيس مبارك والوزير رشيد في الوقت ده مش يعني لا يؤهل للتخمين ان احنا او انه في تعديل وزاري جاي، او ده من وجهة نظرنا يعني. لكن هي المشكلة اعتقد وجود الرئيس مبارك مع رشيد، اعتقد انه خاص بمشكلة القمح. مفيش كمان عيش، ومفيش وطوابير العيش رجعت تاني في القاهرة والمحافظات، ورجعنا نشوف ناس برضو للأسف تموت في طوابير العيش زي ما حصل في قنا. الغريب ان الدستور بتنقل عن وكيل وزارة التضامن لشؤون التوزيع ان كله تمام. طبعا لازم يقول السيد المسؤول ان كله تمام، لكن الناس بتتصدم بالواقع، بتتصدم بالواقع. مفيش ميه، الميه انقطعت عن احياء كتير في القاهره، ومصانع في اكتوبر، وقرى في الفيوم زي ما بتقول الدستور برضه. لكن نجم المنتخب القومي احمد المحمدي يفطر في رمضان. جريده يدعوت احرنود بتسخر من افطار المحمدي في رمضان وهو قاعد على الدكه في الدوري الانجليزي، والناس طبعا هناك مش لاقيه ميه تفطر عليها وهي صايمه. مفيش سيره. او الجرايد الاسرائيليه دايما بتشوف لنا الحاجات السلبيه كده وتبرزها، لكن يعني ما اعتقدش انه مجرد ان لاعب كان بيفطر وهو قاعد على الدكه تبقى دي في اساءه او فيها حاجات يعني سلبيه بالنسبه للاعب احمد المحمدي. اعتقد ان ده ترويج من الصحيفه لابراز سلبيه من السلبيات، لكنها مش سلبيه بالمعنى اللي بتروج للصحف الاسرائيليه. ما فيش سيره للجرايد غير مسلسل الجماعه، كل يوم مقالات تهاجم ومقالات تدافع. بكره محمد علي ابراهيم بيقول في الجمهوريه ان اسرار الجماعه انكشفت، والدليل غضب الاخوان المسلمين من المسلسل. الحقيقه جريده عين بكره بتقول ان النيران اللي اشعلها المسلسل مش هتهدى، وان السيف الاسلام حفيد حسن البنا اكد ان الجماعه هتعمل فيلم للرد على مسلسل وحيد حامد. الحقيقه ده حاجه محترمه، عمل فني قصاد عمل فني. وحيد حامد عمل الجماعه عايزه تعمل عمل فني تقول وجهه نظرها فيه، تقول ايه المشكله؟ هو ده الصح في بلد في زخم، في بلد مقبل على الحقيقه تغيير في البنيه السياسيه، وتغيير في البنيه الاجتماعيه، وتغيير في البنيه البشريه حتى في الفتره الجايه. في كلام كتير قوي المفروض يتقال في هذا الاطار. يعني القوى السياسيه دلوقتي بتعمل ايه؟ بتجمع التوقيعات، بتجمع توقيعات للبرادعي، لجمال مبارك، لايمن نور، حمدين صباحي، احمد الرومي، فيروز اليوسف مثلا بيقول ان الجمعيه الوطنيه للتغيير عاملين حمله على الفيسبوك عشان يجمعوا التوقيعات وقت السحور. بيقول مثلا هات توقيع وانت بتشتري الفول. ده بتتريق طبعا صحيفه فيروز اليوسف، بس يا ترى هيلاقوا الفول ولا لا لما واحد رايح يعمل توقيع وهو رايح يجيب الفول للسحور؟ خوفي بعد ما الناس مش لاقيه العيش تروح كمان، طبعا مفيش ميه برضو ولا كهرباء دلوقتي، فما تلاقيش الفول، تبقى كارثه. وبعدين واحد يروح يشتري
حاجه معينه وهو رايح يشتريها يقول للراجل اللي بيبيع له والنبي وقع على دي عشان تدعم محمد البرادعي؟ ده هيثم الحريري لسه في بدايه الحلقه بيقول ان مجرد صوره البرادعي على العربيه بتاعته مسكوهم وحطوا العربيات في حته ما همش عارفين الحته دي فين، وبقى لهم 10 ايام لحد النهارده ما خدوش العربيات بتاعتهم. وده حاجه الحقيقه ما اعرفش ليه العربيات يعني ما فيش فرصه بتيجي الا ونقطع في بعض. ودي برضو مشكله من المشاكل، بنقطع في هدوم بعض، في سيره بعض، في يفط بعض. دلوقتي المرشحين في انتخابات مجلس الشعب كلهم بيقطعوا يفط بعض. كمان المرشحين للرئاسه اللي المفروض انهم مرشحين للرئاسه، لو تفتكروا كان من فتره يفط ايمن نور والبرادعي كانت بتتقطع. النهارده ناس مشوهه يفط جمال مبارك في السويس زي ما بيقول زميلنا عبد الله ضيف في الوفد بكره.